يقول موسى عقب عن وضعنا بهجس، وانضم بيوت القصيد بالحرف واقيسه، واصيغ كل الجمل من قلبي متحسس، ومن زمن عيشته صعبة وتنفيسه. يا الفقر عندك توقف لا متى تجلس، حالي تدهور وجيبي زاد تفليسه. أنت السبب أنت يا الفقر الذي تحبس، وتعجن الوضع عند الناس وتخيسه. من حين تجي عندنا يا الفقر وتأسس، تخرب علينا الذي قد قام تأسيسه. قصيدة شعرية بقلم الشاعر موسى ماجد راجح عقب، تحت عنوان يا الفقر عندك توقف لا متى تجلس، وكما تعبر أيضا بما فيها. يلحنها محمد العباسي ويعزف بالعود الفنان أحمد مروان، وبالإيقاع خالد فارغ. يقول موسى عقب عن وضعنا بهجس، وانضم بيوت القاصد بالحرف واقيسه، واصيغ كل الجمل من قلبي متحسس، ومن زمان عيشته صعبة وتنفيسه. يا الفقر وقف لا متى تجلس، حالي تدهور وجيبي زاد تفليسه. أنت السبب أنت يا الفقر الذي تحبس، وتعجن الوضع عند الناس وتخيسه. من حين تجي عندنا يا الفقر وتأسس، تخرب علينا الذي قد قام تأسيسه. بالله عليك أنت للما فوقنا تكبس، وتحل عند الضعف والجيد وتقيسه. وكيف تصفى على المعول ولا ترفس، وتظل دايم معه مربوط في كيسه. وليش بس اليمن يا الفقر متريس، اذهب ودور بلد اخرى كفى جلسه. بالليل قصدك اكيد تدرس، ما تعرف ان اليمن قوض ضاع تدريسه. قلبت حال البشر من علم لا مفرس، ومن تبني إلى تخريب
والنص الآخر معذب مقتهر ميئس لا عد رواتب ولا فيه إلا وتخميس عزيت يا الفقر من كان ذليل مبخس ومن زمانه باشع قاود زاد تلبيسه فاللي معه مالي كل الناس لا تحرس ويزيد قدره وحبه وفاق تقيسه أما الوفي أتاها الفقر أو يفلس يصعب علي لا نفذ قوته مع كيسه حتى إذا هو أراد قرب لشي منفس كل البشر جوابوا والله ما خمسة وصاحب البيت والدكان سريع خلص اقضب إيجارك ودينك حان تبليسه وتعاونوا كلهم ضد تقول مكنس وزاد همه وقال يا واجن يا ابليس ما غير كام يومي والليل اكتلب مشمس وصار مجنون في الشارع على النيسة وضاع عمره وطر عقله بما يغرس وهكذا صار بعض الناس تلميسه الفقر هذا يعذب كل من يلمس ويغير الوضع من رواحة لترفيسه لو رحت يا الفقر ما نكذب ولا نهلس ولا نبيع البشر من أجل تنفيسه أنت الذي بين الأخوة والعموم تجلس وأنت الذي تصنع البغض وتشريسه أرجوك لا